شيخنا في الحكمة السادسة من حكمه وكلامه عن النور، يقول سيد الشيخ محمد فوزي الكركري: النور باب الكشف. النور له الكشف والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. النور له الكشف والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، به تنكشف حقائق الأشياء، وهو الفارق والبرزخ بين الحق والباطل والحسن والقبيح، وبضدها تتميز الأشياء. فمن لم يتجلى له نور الصفات لا يفقه قبح الظلمات، لأن معرفة الشيء مبنية على ضده. لذلك شبه الشرك بالنملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة في إدراك الحكم والفعل والصفة، فلا تنكشف هذه الظلمات إلا بالنور الإلهي. إذا انكشفت حقائق الأشياء تمايز الحسن من القبيح، فتحكم البصيرة من مقام الفرق على القبيح بالقبح وعلى الحسن بالحسن، ويقبل القلب على ما فيه صلاح أمره، ويدبر على ما فيه هلاكه، ويدبر على ما فيه هلاكه وفساده. قال سيد أحمد بن عجيبة: وإن شئت قلت هو نور الإسلام والإيمان والإحسان. فنور الإسلام يكشف ظلمة الكفر والعصيان، ويظهر نور الانقياد والإذعان، فتحكم البصيرة بقبح الكفر والعصيان وحسن نور الإسلام والإذعان، فيقبل القلب على طاعة ربه، ويعرض عما يبعده عن ربه. ونور الإيمان يكشف ظلمات الشرك الخفي، ويظهر بهجة الإخلاص والصدق الوفي، فتحكم البصيرة بقبح الشرك وضرره وحسن الإخلاص وخيره، ويقبل القلب على توحيد ربه، ويعرض عن الشرك وشره. ونور الإحسان يكشف ظلمة السوى، ويظهر نور وجود المولى، فتحكم البصيرة بقبح ظلمة الأسر وحسن نور المؤسر، فيقبل القلب على معرفة مولاه، ويغيب بالكلية عما سواه. وإن شئت قلت هو نور الشريعة والطريقة والحقيقة. فنور الشريعة يكشف ظلمة البطالة والتقصير، ويظهر نور المجاهدة والتشمير، فتحكم البصيرة بقبح البطالة وحسن المجاهدة، فيقبل القلب على مجاهدة الجوارح في طاعة مولاه، ويدبر عن متابعة حظوظه وهواه. ونور الطريقة يكشف ظلمة المساوئ والعيوب، ويظهر بهجة الصفاء وما يثمره من علم الغيوب، فتحكم البصيرة بقبح العيوب وحسن الصفاء وعلم الغيوب، ويقبل القلب على ما يوجب التصفية، ويدبر عما يمنعه من التخلية والتحلية. ونور الحقيقة يكشف ظلمة الحجاب، ويظهر له محاسن الأحباب. أو تقول نور الحقيقة يكشف له ظلمة الأكوان، ويظهر نور الشهود والعيان، فيقبل القلب على مشاهدة الأحباب داخل الحجاب، ويدبر عما يقطعه عن الأدب مع الأحباب. جعلنا الله معهم على الدوام في هذه الدار وفي دار السلام، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.